أهلا بيكم متابعينا الكرام والأعزاء. لو انتم محبوا متابعة أخبار النجوم الحصرية ياريت ما تنسوش دعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس واختيار الكل يصلكم كل جديد، وشاركونا برأيكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات. احتل طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل حديث الجماهير خلال الساعات الماضية بعد إعلان الثنائي قرار الانفصال رسميا عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار صدمة وحيرة للكثيرون متسائلين عن الأسباب التي أدت إلى انفصالهم على الرغم من قصة الحب والزواج الذي جمعت بينهم لأكثر من 12 عام. هل جليلة المغربية وراء طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل؟ سرعان ما اتهم الجمهور جليلة المغربية بأنها تسببت في طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل بسبب العلاقة العاطفية التي كانت تجمعهم في وقت سابق، وزعم أخيرا أنها عاشت معه قصة حب طويلة دامت حتى يوم زواجهم، الأمر الذي دفعها للخروج عن صمتها للرد على كافة الاتهامات الموجهة إليها. ونفت جليلة المغربية أي صلة لها بطلاق تامر حسني وبسمة بوسيل، حسبما تداول البعض وقالت بخصوص انفصال تامر حسني عاوزة أوضح إن ماليش دعوة ولا من قريب ولا من بعيد، لأن البعض بيتهمني إن السبب الرئيسي، لكن أنا بقالي سنة كاملة قافلة الموضوع ده، وأنا مش شماعة علشان أي حاجة تنزل تعلقوها في جليلة، وأي كومنتات أو فوتوشوب لحاجات كانت قديمة أنا ماليش دعوة بيها ومانيش قايلها. وأضافت قائلة انفصال تامر حسني وبسمة اسم ونصيب، ومن ربنا لو كان فشلوا في جوازهم ومش أي حاجة تحصل في الكوكب تقولوا جليلة السبب، أنا مش شماعة تعلقوا عليها كل اللي بيحصل، مؤكدة أن لا تنزعج من ارتباط اسمها باسم تامر حسني. كما واستكملت جليلة كلامها قائلة أنا وتامر حسني 10 سنين طويلة، ومش بزعل لما بشوف اسمي أو صوري مرتبطة بيه، لأني بحترمه جدا على المستوى الفني والإنساني، وربنا يوفقه ويكتب له الخير دايما، وانفصاله حاجة من عند ربنا لأنه بيجيب لنا الخير دايما. وكانت جليلة قد صرحت في لقاء تلفزيوني سابق لها بأنها عاشت مع تامر حسني قصة حب طويلة دامت لمدة 11 عام، وذلك قبل زواجه من بسمة بوسيل، لافتة أنها علمت بزواج تامر حسني من بسمة بوسيل بيوم كانت معه، مضيفة لا أعرف كيف صار الموضوع، عشت معه قصة حب لمدة 11 سنة وهو ولا عيب ولا حرام، لكني مش خرابة بيوت، وعلاقتي بتامر حسني ما اتقطعتش حتى بعد زواجه، وكان لازم أرد لما اتثبت في شرفي، والموضوع وصل لأهلي. وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لجليلة المغربية وهي تغني وترقص فرحا بعد سماعها خبر انفصال النجم تامر حسني وبسمة بوسيل، وظهرت فيه داخل سيارتها وهي تزغرط وترقص وتضحك بشكل هستيري على أنغام أغنية بشرة خير للفنان حسين الجسمي، مش لأنها في غاية السعادة بعد سماعها خبر سعيد. ويعود هذا الفيديو لأكثر من 3 سنوات تحديدا بعد إعلان تامر حسني وبسمة بوسيل هذا الخبر، وكان انفصالهم للمرة الأولى في نوفمبر عام 2020، والذي ربطها البعض بالطلاق بسبب ما فعلته خلال لقائها مع الإعلامية مي العيدان في برنامجها التلفزيوني، إذ تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لها وهي تتحدث عن علاقاتها بتامر حسني وخطف بوسيل لها منها. وكشفت جليلة في لقائها عن علاقتها بفنان مصري مشهور تركها وتزوج بفتاة أخرى، ولكن من دون ذكر أسماء، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه تبين من سياق الحوار أنها تقصد المطرب تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل. وفي سياق متصل نشرت مي العيدان خبر انفصالهم عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، معلقة قائلة ما قلنا ما بني على باطل فهو باطل، يا شماتة جليلة فيكم وزغرات ينشراح، لتعلق جليلة برمز تعبيري على شكل قلب أحمر. ثم عادت ونشرت مقطع جليلة الذي ترقص فيه وعلقت عليه قائلة جليلة زغرتي وتكوني سعيدة بخبر طلاق تامر حسني وبسمة، قلت لكم زغرتي انشراح. فاجأت المغربية بسمة بوسيل الجمهور بإعلان خبر انفصالها رسميا عن النجم تامر حسني ووقوع الطلاق بينهما بعد زواج دام 12 عام، وذلك من خلال منشور عبر خاصية القصص المصورة ستوري انستجرام. وكتبت بسمة بوسيل وجعلنا بينكم مودة ورحمة، ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر حسني
وسيظل بيننا كل ود واحترام، وربنا يكتب لكم ويكتب لي كل الخير والفرح. وسرعان ما رد عليها تامر حسني برسالة مؤثرة عبر خاصية الانستجرام: وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالتهم، سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب. وستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد، وسيظل بيننا الاحترام والتقدير. 12 عام مش هينة. ربنا يكتب لك ويكتب لي كل الخير يا بسمة. سأظل الأب والأخ والسند الصديق وفي حفظ الله. وإذا عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش دعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس واختيار الكل يصلكم كل جديد، وشاركونا برأيكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات. وفي